اهلا وسهلا فيكم في البرنامج المالي واسم. في حلقة اليوم راح نحكي عن مباريات الدوري الاسباني. راح يلعب اليوم السبت ريال مدريد مع ريال بيتيس. اهلا وسهلا. راح يلعب اليوم ريال مدريد مع ريال بيتيس. في اخر 5 مباريات كان التفوق في المواجهات المباشرة اكيد لريال مدريد، يعني ما تناقشنيش فيها. بس في المقابل السنة هاي بيتيس مو زي السنة الماضية. السنة الماضية كان عنده تفوق ووصل يعني مش نافس على الدوري عدم المؤاخذة، بس غلب الأندية شوي. والسنة هاي أضعف نوعا ما وبنسبة كبيرة من السنة الماضية. السنة هاي بيتيس استقبل 16 هدف ولعب مبارياته، فاز ب6 منهم، اتعادل ب7 وخسر ب2. أما ريال مدريد فاز 12، اتعادل ب2 وخسر 1. هلا كإحصائيات متى بيتيس بيقدر يجيب جوال، ما في وقت معين صراحة لبيتيس انه نقدر نحكي او نحصر متى بيقدر يجيب الجوال. اما ريال مدريد معظم اهدافه عم بيجوا بالشوط الثاني، فبين الدقيقه 45 وال 75. فممكن في هالمباراه انه بيتيس يتقدم مع ريال مدريد بالشوط الاول ويعدلهم ريال مدريد كالعاده ويجيب جولين وثلاثه، وبلينغهام يقول لك هي، ورودريجو يلعب مبارياته الحلوه ولا اخره عادي. اما كتوقع بالنسبه لهالمباراه راح يفوز ريال مدريد. ما بعرفش، انا هيك حاسس انه مدريد راح يفوز 2-3-0، هيك انا احساسي بقول. اما نيجي لمباراه برشلونه وجيرونا اللي حشرت حالها المباراه هاي بين القمم. يعني في السنوات الماضيه تيجي تقول لك برشلونه والله اليوم حيلعب جيرونا، يا اخوان خلاص خلينا نروح ننام، مش راح نحضر المباراه، مباراه سهله لبرشلونه. بس السنه هاي جيرونا حاليا في المركز الاول، وهو حاليا اكثر نادي مسجل الاهداف السنه هاي ب 34 جول، مدريد ب 33 جول. فجيرونا صراحه السنه هاي مش فريق سهل تقدر تتغلب عليه، وراح يغلبك كثير. واذا ما فاز على برشلونه اساسا. اخر 6 مواجهات جمعت الفريقين كانت عباره انه برشلونه فاز ب4 مباريات، اتعادل في واحده وخسر واحده. وزي ما حكيت لكم جيرونا مسجل 34 جول هاي السنه وبرشلونه 28. وعندك بالمجمل جيرونا عم بيجيب الجوال دائما في الدقيقه 30 او بعد الدقيقه 30 هيك احصائيه. اما برشلونه كثير عم بتاخر في هاي الموضوع، وعم بفوت المباراه بطريقه كثير متاخره لبعد ال 75. فممكن اصلا جيرونا تخلص عليك باول ربع او اول نص ساعه، تجيب لك جولين وبرشلونه لا يصحى عطوفاتهم. اما بخصوص لعيبه برشلونه اللي حتفوت اجواء المباراه وحتكون ضمن التشكيله الاساسيه، فانا صراحه الخوف حاليا من ليفا ورافينيا. ليفا هل راح يقدم مباراه كويسه ويساعد الفريق بما انها كمان في ملعب برشلونه مش في ملعب جيرونا المباراة؟ فهل راح يساعد الفريق ويسجل جول ما يطلعش جوال؟ او رافينيا الاداء متذبذب، مرة بعطيك او مش مرة حتى بعطيك مباراة وعشرة لا، واصلا انا شاك انه يلعب المباراة هاي اساسي وينزل محله يمال. فنوعا ما مباراة حتكون صعبة لبرشلونة، مو سهلة، خصوصا انه جيرونا في عز ايامه وبقدم مباريات حلوة وبكون خسران في النتيجة وبرجع فيها في مباراة بالمرة مش سهلة وحتكون جدا صعبة على برشلونة. يعني أنا بتمنى إنه برشلونة يفوز في المباراة، بس صراحة أشك، فبتوقعها تعادل بين الطرفين. وهاي كانت حلقتنا لهذا اليوم، بتمنى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل شيء جديد. سلام.